يا مساء الفل، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معكم مطبخ لينا. النهارده هنعمل مع بعض الفسيخ. كل سنه وانتم طيبين، خلاص قربنا على شم النسيم، وطبعا كلنا في اليوم ده بنضرب فسيخ. فالنهارده هنعمله مع بعض في البيت بطريقه سهله وحلوه، وهنعمله في 10 ايام. هيكون معاكي الفسيخ جاهز. بس اهم حاجه وانتي بتجيبي السمك، لازم يكون السمك بتاعك طازة. دي اهم خطوة. هتجيبي سمك بوري حسب الكمية اللي انت عايزاها، ويكون طازة، وتغسليه تحت الحنفية، ويكون يعني واقف كده، ما تميلهوش عشان المية ما تخشش في البطن، مش عايزين المية تخش جوه. احنا نشطفه بس كده تحت الحنفية، وبعد كده هنصفيه. انا غسلته كويس، وتعالوا بقى نشوف هنصفيه ازاي. يا اما تجيبي مصفى وتصفيه فيها، يا اما تجيبي احسن حاجة ازازة وتقطعيها كده من النص، ونوقف فيها السمك بتاعنا عشان يبقى واقف كده، نصفي المية اللي فيه على طول. دي احسن طريقة. هوقف كده الكمية بتاعتي كلها في الازازة علشان يتصفوا كلهم. هحط الباقيين في الازازة التانية. بس كده خلاص، انا وقفتهم في الازازة، وهسيبهم كده لغاية لما يصفوا المية بتاعتهم كلها في الازازة من تحت. ولو نزلت مية كتيرة هرميها واسيبهم يصفوا خالص. طيب بعد كده هجيب كيس واغطي بيه بقى السمك بتاعي، عشان خاطر ما يجيش عليه اي دبانة او هموشة ويتلوث. فانا هغطيه بكيس زي ما انت شايفة كده، وهسيبه بقى لغاية اما يصفى خالص. طب هسيبه قد ايه؟ هسيبه من 4 ل6 ساعات، مش اكتر من كده، مش من بالليل للصبح ولا حاجة. هو من 4 ل6 ساعات هنسيبه يتصفى. وادي السمك بعد ما اتصفى، سبته حوالي 6 ساعات لغاية لما لقيته اتصفى خالص. هجيب كمان منديل وانشف الخياشيم كده كويس عشان نضمن ان مفيهاش اي مية. انشفها كويس كده، خلاص ما بقاش فيه اي مية. بعد كده همسك السمكة بتاعتي واعمل لها زي مساج كده، عشان خاطر تبقى معاكي طرية كده، ولما تستوي تفتحيها تلاقيها من جوه بامبة كده وطرية خالص. فلازم تعملي لها الخطوة دي. اعملهم كلهم بنفس الطريقة، وبعد كده هوريها لك. كده خلاص انا عملت للسمك بتاعي مساج بعد ما نشفناه كويس. حطيت بقى انا اهو حوالي نص كيس من الملح، نص كيس كبير من الملح، وعليهم هحط معلقتين كبار من الكركم من الشطة، ومعلقتين كبار من الكركم. بس كده كده معلقتين ومعلقتين، ونص كيس كبير من الملح. ولو لقيتي الملح الخشن يبقى افضل. هقلبهم مع بعض كويس، وانا هقلب بالراحة عشان خاطر الشطة بتبقى ريحتها جامدة. بس كده خلاص، هجيب بقى السمك بتاعي و اكبسه كده كله بالملح. هملأ الخياشيم كلها كده بتاعت السمك بالملح اللي احنا عملناه، وحاولي تدخلي لجوه شوية كده. بصي كبستها كلها بالملح كده.
بس كده خلاص. بعد كده همشي بقى بالملح عليها كده من بره، وملحها بقى كويس برضو من الناحية التانية. كده خلاص هملح برضو الكمية المعية دي كلها بنفس الطريقة. برضو هنملأ الخياشيم بتاعتها كويس بالملح، واملحها كويس برضو. الحجم ده هيقعد معايا 10 ايام وهيكون جاهز معايا. طب لو اكبر شوية، يعني نقول لو كيلو 3 وحدات، هيقعد معاك 10 ايام. اكتر من كده، اكتر الواحدة اكتر من 400 جرام او نص كيلو، هتقعد معاكي 15 يوم ويكون جاهز معاكي الفسيخ. كده انا ملحت التانية. هكمل الباقي برضو بنفس الطريقة علشان ما اطولش عليكم. بس كده خلاص انا ملحت الكمية اللي معايا كده، خلاص خلصتها. هجيب بقى اكياس ونحط فيها الفسيخ بتاعنا. هحط كده السمك وهرش عليه رشة من الملح والشطة والكركم اللي احنا عاملينه، وهنزل عليه باقي السمك، واحط واحدة عكس واحدة عشان تبقى معايا حلوة كده ومتملحة كويس. اهو كده واحدة عكس واحدة، ورشة من الملح، رشة حلوة كده، واكمل الباقي. بس كده، رشة بقى كمان من الملح، واقفل الكيس كويس. بصوا ادي شكله بعد ما خلصناه. كده خلاص هقفل بقى الكيس بتاعي كويس. بعد ما قفلتها هجيب كمان شنطة تاني واحط فيها السمك بتاعي، واقفلها برضو كويس، شنطة جوه شنطة كده عشان ما يطلعش معاكي اي ريحة في المطبخ. وبعد كده هجيب الاسترتش والف بيه الكيس بتاعي بقى، عشان خاطر يبقى كده ايه، قفلنا الريحة ما تطلعش معاكي في المطبخ كده، ويبقى فيه ريحة زفارة او ريحة ملوحة. هلفها كويس. مش متوفر عندك الاسترتش، ممكن تحطيها في شنطة جوه شنطة جوه شنطة كده، عشان خاطر تمنعي اي ظهور للريحة بتاعته. هلفها بقى كلها كويس. هقفله بقى كويس. بعد ما قفلته كويس كده خلاص خلصنا الفسيخ. هجيب بقى شنطة واحط فيها الفسيخ بتاعنا، عشان اضمن ان مفيش اي مية تنزل منه تبهدل الدنيا. فهحطه في شنطة حلوة كده واقفله. هقفل الشنطة بقى كويس. بس كده. بعد كده هقلب فيه يوم بعد يوم. يعني النهاردة انا حطاه الناحية دي، بكرة هقلبه الناحية التانية، يوم كده ويوم كده، لمدة ال10 ايام. كل يوم هتقلبيه مرة الناحية دي، اليوم اللي بعده الناحية التانية، عشان خاطر يتملح معاكي كويس. وبعد 10 ايام تفتحي عليه، ولو السمكة اكبر من نص كيلو او نص كيلو هتسيبيها 15 يوم. بس كده، دي كانت طريقة تخليل الفسيخ. يا رب تكون عجبتكم الطريقة. لو عجبتكم الطريقة متنسوش تعملنا لايك وشير، وياريت تشتركي في القناة عشان كل ما ننزل فيديو جديد يوصلك. كنت معاكم مطبخ لينا.